بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السيدات والسادة في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم. دوري روشن الجولة 21، الهلال المتصدر يحل ضيفا هذه الأمسية في أسبوع وطبعا يوم التأسيس كما يعلم الجميع. يوم للفخر لا شك في ذلك، يوم أنصف جهود الأجداد المؤسسين ومهد الطريق لتأسيس هذا الوطن العظيم. تضحيات كبيرة أوصلت السعودي لهذه المكانة وهذا اليوم، لنكون الآن أمام وطن يلد سالم الدوسري ومتروفيتش. والبداية بهذه، قبل ذلك هدفي الاتفاق كان ذلك 2018. نحن اليوم في هذه المباراة الفانة. الاتفاق أحد أكثر من قام بالتدعيمات في الفترة القادمة، طبعا 7 تدعيمات و7 انتدابات. الجميل المثير، لا شك الضغوطات تحاصر الهلال لأنه هو الفريق بالأرقام المرعبة جدا. كما ذكرت الفريق الأكثر نشاطا في سوق الانتقالات في فترة كأس آسيا إنه الاتفاق. 7 انتدابات، هذه محاولة بتجي خط وسط الاتفاق، وقد قدم منذ حضوره في المباراة الماضية أداء كبيرا جدا. أتكلم عن الفارو ميدران، اللاعب صاحب القميص رقم 14. سلامات ان شاء الله تعالى. هذا موسى ديملي. الدقائق التسعة الأولى من انطلاقة المباراة. أعلم بأن مباريات الهلال دائما في الدمام تكون مثيرة جدا. كرة باتجاه سعود عبد الحميد، العرضية في الكرات الماضية، لكن شوف الحماس الكبير. ضربة ركنية، نيفيز يلعب الكرات الماضية، تبعد وتعود الهلال عنده أفضلية في اللحظات الماضية عن طريق سافيتش اللي حاول المرور في مواجهات الثلاث بتعادلين وفوز. هذه محاولة في هذا المكان الآن تصل لسالم الدوسري، عنده أهداف سبق أن سجل في مرمى الاتفاق حتى هنا في الدمام. مرور جميل في الكرة الماضية، بينما لودي الآن عند كرة عالية خطيرة بالروس في الكرة الماضية. ولدينا الصافرة والوحدة أيضا آخر مباريات هذه الجولة. بعد ذلك طبعا ينتظر الكل الجولة القادمة. انطلاق الآن مالكم للأمام إلى سلمان الفرج، عند حارس مرمى باولو فيكتور الذي يحتضن كرة الماضي. 37 سنة هذا الحارس، أن يسجل نتيجة مثالية إيجابية أمام فريق الأرقام القياسية. هذه انطلاقة، هذا مالكم سعود عبد الحميد لسافيتش. جميل الكرة، جميل الفكرة، الكرة اللي يصبح الفريق الأكثر فوزا بشكل متتالي إذا فعلها الليلة. هذه محاولة سعود عبد الحميد، الصافرة الإيطالية. الله، هذا هو الضربة الحرة المباشرة. كرة تلعب ولا زالت والمحاولة مستمرة. الله الله الله، حضور، لكن لدينا راية. باولو فيكتور يحضر بصورة ممتازة هذه اللعبة. وهنا المحاولة الأولى طبعا كانت، وبعد ذلك الثانية، لكن عينك على باولو فيكتور، يحضر في الأولى، يتألق في الثانية أيضا، وكانت أمام متروفيتش. وبعد ذلك لدينا راية، لكن الهلال يبدأ. مالكم بالقدم اليسرى، عندك محاولة الآن تذهب وتأتي، والتسديدة من صاحب قدم يسرى إنه لودي الذي شاهدناه. طبعا حضوره كان في كأس موسم الرياض وقدم حضورا جيدا. كان على ضمك 4-3. بعد ذلك نتائج في أرضه ليست جيدة. هذه انطلاقة، هذا لودي في هذا المكان يأتي بكرة خطيرة، لا انطلاقة. هذا مالكم، هذه محاولة، هذه الآن كرة تصل وتسدد. الله يا نيفيز، قليل الأهداف، عنده هدف فقط في مباراة أبها 7-0. لكن أنا متأكد إذا قولوا أمين خليل الزياني. طبعا هذه محاولة بالخطأ في هذا المكان، وتصل خطيرة وفرصة للأمام. الله، هذا
هذه الفرص لا تزورك كثيرا يا ديمبلي، لكن بونو بينما مالكوم عند الكرة، حمدان ايضا والكرة تبعد، ولدينا صافرة ولدينا خطأ، لكن حمدان الشمري اليوم مهمته صعبة طبعا لأن مالكوم سريع. الشوط الأول من المباراة الاتفاق يقدم مباراة تكتيكية ناجحة على سالم، على انطلاقة الآن تصل وتنقل وتقبلي. هذا خليدو دائما التفكير في سعود عبد الحميد. الله على المرور، الله على المرور، الله على المرور. شوف ظهير ايمن قليل في المنطقة العربية. نعم ظهير ايمن يريد ان يسجل فوز الاول في ملعبه بعد 5 غيابات. الله تكتب سافيتش وتقرأ سجل يا هلال. هلال من بعيد يسجل الهدف الأول في المباراة. نعم شوف الكل فرحان بهدف الهلال إلا مدرب جيسوس. نعم ارتقى عاليا وسجل الهدف الأول في المباراة، لم يتراجع. هذه جميلة. سالم الدوسري، سالم الله سالم الدوسري، يا كثرك وانت واحد، يا كثرك يا سالم الدوسري وانت واحد، لكنك أكثر من واحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتعلم نعمل غرزة العمود بلفة. هنبدأ نعمل السلاسل بتاعتنا الأول. تمام، أي عدد من السلاسل أنت عايزاه. هفترض عملنا الشغل اللي احنا عايزينه أو المشغولة اللي احنا عايزينها طولها. هبدأ ألف الخيط على الإبرة كده بالشكل ده، وهعد 1 2 3، وفي الغرزة الرابعة هندخل فيها نسحب الخيط. معانا 3 حلقات على الإبرة، هلف واسحب من غرزتين وبعدين من غرزتين. نكرر نلف الخيط على الإبرة ونروح الغرزة اللي بعدها هنسحب من غرزتين، بعدين نلف ونسحب من غرزتين. ده اسمه العمود بلفة او اسمه دبل كروشيت. تمام، نلف ونسحب من 2 بعدين من 2. نكمل شغلنا. هلف الخيط وادخل في الغرزة اللي عليها الدور، هسحب الخيط معايا 3 حلقات، هطلع من غرزتين وبعدين غرزتين الغرزة اللي بعدها، ونفضل نكرر السطر كله لحد اخر الشغل. بتعملي كل الغرز اللي انتي عاملاها او عايزاها عمود بلفة كده. هفترض خلصنا السطر الاول. عشان نطلع السطر التاني، ارتفاع العمود بلفة 3 غرز سلسلة. ادي 1 2 3. هنلف الشغل. الارتفاع ده بتاع العمود الاول اللي هو غرزته ده، هروح للعمود التاني اللي هو غرزته دي، هنلف الخيط وندخل جوه الغرزة تحت الحلقتين. هنطلع من غرزتين وبعدين غرزتين، وكل سطر من السطور هتبقى بدايته بالشكل ده. بترتفع 3 غرز، وفي كل غرزة بتعملي عمود بلفة، وده كده اسمه العمود بلفة او دبل كروشيه.